السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في الدرس الثاني عشر من قناتكم انفورماتيك تيست للمعلوميات. اليوم سنتعرف على ريكورد، والتي نوظفها من خلال تسجيل الأشخاص إن لم يملأ خانة الاسم الاسم الشخصي والعائلي إلى ذلك لا يمكنه المرور. كيفية العمل هذا؟ ندخل هنا ثم هنا HTTP12 ثم هنايا فورم، وسط هذا نكتب هنا تكست، ثم نوظف الخاصية التي استفدنا منها في الدرس السابق place holder، ثم دوني، ثم هنا نكتب ثم أذهب إلى هذا المكان، ثم أكتب بوتون، ثم كليك، ثم نذهب هنا نفتح الصفحة. كما نلاحظ هنا وخا سواء كانت الخانة مملوءة أو لا، يقوم بإيصالك إلى تقوم بإرسال الرسالة. لتفادي هذا نذهب هنا ثم نكتب require actualize، ثم إن لم يكن كاتب أي شيء كليك في renseigner ce champ، خاصو obligatoire يدخل لي دوني وانفو، مثلا غادي يدخل الاسم أو الاسم، غادي يدوز. هذه كانت الفكرة ديال ريكوار. إلى الحلقة القادمة إن شاء الله.